لا نزال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم مسيرة الخير، وفي آخر لقاء لنا في هذا اليوم يسرنا أن نستضيف الدكتور خالد الشطي رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنر. حياكم الله دكتور خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي إبراهيم، وحييك الأخوة معك في الاستديو في إذاعة القرآن الكريم مسيرة الخير، وكل من يستمع لنا في هذا اليوم. حياكم الله دكتور خالد، سعداء بتجدد اللقاء معكم عبر هذا الأثير. ودائما ما عودنا السادة المستمعين بأن نختم كل أسبوع معكم حيث نذكر لهم أبرز المشاريع الخيرية التي أقيمت من خلال هذا الأسبوع. فكيف نبدأ دكتور خالد؟ نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبح على الجميع بالخير وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول دائما في ختام هذا الشهر المبارك آخر أيامه تقبل الله طاعة الجميع، وجزا الله خير كل الجمعيات والمبرات الخيرية، وزارة الشؤون، وزارة الإعلام، وزارة الخارجية، سفاراتنا في الخارج، الجمعيات الخيرية، المبرات الخيرية، الفرق التطوعية، المؤسسات، كل من ساهم في نجاح هذا الكرنفال الجميل الخيري اللي أسعدنا في شهر رمضان المبارك في هذه المشاريع الخيرية وهذه الأعمال الخيرية اللي قاموا فيها أهل الكويت سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. ما أقول إلا تقبل الله طاعة الجميع، والله يجعل صدقاتكم دافعة لمصارع السوء والآفات والهلكات، ومنمية لأموالكم، ومباركة في حياتكم وذرياتكم، وإن شاء الله نور في قبور الجميع، وإن شاء الله صدقة يستظل الجميع بظلها يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل الله. اللهم آمين. هذا اللي أقدر أقوله في ختام هذا الشهر الجميل شهر رمضان. التبرعات أخوي إبراهيم، الروابط الخيرية اليومية اللي ما يصير الساعة 12 بالليل اللي يتسكر المبلغ، الناس اللي تتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتنشر الروابط الآلية للتبرعات، والأمهات اللي يتبرعون، الأولاد اللي يتبرعون، الجميع اللي ساهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالجميع ويجعل الكويت دائما وأبدا هي بلد الخير والعطاء، وهي فعلا مركز إسلامي عالمي للعمل الإنساني، حصاد مليء بالخير خاصة في الأيام الأخيرة من العشر الأواخر. إبراهيم ما شاء الله الجمعيات استكملت مشاريعها الخيرية اللي بالروابط الآلية أغلبها، واليوم وأمس بدأوا بجمع زكاة الفطر لمن لم يخرج زكاة الفطر إلى الآن. طبعا زكاة الفطر من أول يوم من رمضان يجوز أن يخرجها المسلم إلى قبل صلاة العيد، فالناس الآن بدأت خلاص تطلع زكاة الفطر من خلال الروابط الآلية الجمعيات الخيرية. قيمة دينار واحد عن كل فرد من أفراد الأسرة، أو كيلوين ونص من قوت أهل البلد. وما شاء الله الآن الجميع، ودائما أقول حق الآباء والأمهات علموا عيالكم عن زكاة الفطر، وهم يشوفونكم شلون تطلعون زكاة الفطر وشلون توصلونها للجمعيات الخيرية أو شلون توصلونها للأسر المتعففة. خلينا نعودهم من الصغر على عمل الخير. ما شاء الله كان هذا الأسبوع مليء بالأعمال الخيرية. بالأمس احنا باركنا لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية استكمال مبلغ قرية السلام في اليمن ل 500 بيت، 500 أسرة من أسر الأرامل والمساكين والأيتام بقيمة 1,400,000 دينار. هذه المرحلة الأولى ما شاء الله تم استكمالها بالأمس، المبلغ كله تم استكماله 1,400,000. أيضا أمس كان عندهم مشروع المياه ما شاء الله وصل 135,000 دينار في أمس ليلة 29. جمعية العون المباشر استكملت كل المشاريع الآلية اللي نزلتها في العشر الأواخر تبارك الرحمن. واليوم أعلن الدكتور عبد الرحمن السميط الله يجزيه الخير مدير عام جمعية العون المباشر، قال إن إحنا نشكر المتبرعين وإن شاء الله يقدرنا على تنفيذ مشاريعكم. وقال وأيضا تكلموا عن الرابط اللي نزلوه اليوم لزكاة الفطر. جمعية المياه الخيرية وزعت ما يقارب من 7,000 وجبة رمضانية
وسلال غذائية في عدة دول. أمس استكملوا مشروع عمليات العيون. أول أمس استكملوا 50 بير. جمعية تكافل لرعاية أسر السجناء حملتها 1000 غارم خلال المرحلة القادمة. ما شاء الله في رمضان استكملوا مساعدة 300 غارم، ساعدوهم اللي عليهم أحكام قضائية ومديونيات قضائية. أيضا وزعوا 90 ألف وجبة إفطار، وزعوا 2200 كوبون داخل الكويت، وساعدوا 130 أسرة من أسر السجناء. 100 ألف دينار دفعوها في شهر رمضان، سددوا إيجارات ودفعوا رسوم دراسية وأعطوهم مساعدات مالية وأيضا سلال غذائية. جمعية صفا الخيرية أمس استكملت مشروع طهور لعلاج المرضى، كملوا المبلغ. جمعية البيان للتعريف بالإسلام أيضا كان عندها فعالية بالتعريف بأنشطتها وجهودها التي تقوم فيها بالتعريف بالإسلام. جمعية النجاة الخيرية هذا الأسبوع استقبلت سفيرة أندونيسيا في الكويت، وزارت لجنة التعريف بالإسلام دار النوري في الجهرة. وأيضا جمعية النجاة تستقبل الآن زكاة الفطر. وأمس طلعوا فيديو جميل جدا نزل لنا الدكتور جابر الوندة، توزيع 1.5 مليون وجبة إفطار صائم. كان الهدف 1,000,000 وجبة، لكن عطاء أهل الكويت وصل إلى 1.5 مليون وجبة. أيضا يستقبلون كسوة العيد وعيدية الأيتام من خلال لجنة زكاة الفهيل. عندنا وقت أخوي إبراهيم؟ نعم دكتور، عندنا تقريبا 4 دقائق. جميل. نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي أيضا كان لها جهد كبير داخل الكويت في شهر رمضان، وزعوا على 250 أسرة مبالغ مالية، ودفعوا رسوم عن 474 طالب داخل الكويت، ووزعوا 500,000 قنينة ماء، ووزعوا 180 ألف وجبة داخل الكويت، وقدموا سلال غذائية في الكويت إطعام الطعام ل17 ألف أسرة، كل هذا في شهر رمضان المبارك. جمعية جود الخيرية وزعت روابط مشاريعها الخيرية على وسائل التواصل والمتبرعين، وما شاء الله تبرعات جميلة جدا، وأيضا تستقبل الآن زكاة الفطر. جمعية بصائر الخيرية نفذت مشروع منارة للتعليم في تنزانيا، وتستقبل زكاة الفطر. وافتتحت مشروع مركز إسلامي في الإكوادور في أمريكا الجنوبية. جمعية النوري الخيرية أيضا تستقبل زكاة الفطر. جمعية الحكمة الخيرية يقولون أننا في رمضان استفاد من مشاريعنا الخيرية أكثر من 1.25 مليون مستفيد في شهر رمضان فقط. هذه جمعية واحدة. جمعية التنمية الخيرية قدموا 15 بير لإخوان البورميين الروهنجة في بنغلاديش، ونفذوا طرود غذائية في عدة دول، في القدس، في فلسطين، في الروهنجة، في سوريا. وزعوا أيضا 8000 وجبة غذائية في رمضان. جمعية الرعاية الإسلامية نفذوا مشروع إفطار صائم لمخيمات اللاجئين، وأيضا نزلوا مشروع جميل حملة 10 ب10. جمعية التميز وزعت آلاف الوجبات داخل وخارج الكويت، وزعت كسوة العيد، والآن توزع كسوة العيد للأسر المضعفة داخل دولة الكويت بتبرع من إحدى الشركات التجارية جزاهم الله خير في الكويت. الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أخوي إبراهيم سنة نفذت إفطار صائم ما شاء الله في 25 دولة، وزعت 17 ألف وجبة، سووا 250 عملية جراحية في ليلة 27. جمعية الرحمة العالمية ختمت مشاريعها بمشروع إبرتي حرفتي للنساء للبنات في موضوع الخياطة وفي اليمن، ونفذت مشاريع متميزة خلال هذه الأيام الأخيرة من العشر الأواخر. جمعية المنابر القرآنية أيضا نفذت مسابقة قرآنية مع جامعة الكويت لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توزيع الجوائز، وكان هناك يعني فرح وسرور من الأخوة المسؤولين في جامعة الكويت على أن جمعية المنابر القرآنية نفذت هذه المسابقة القرآنية لهذه الشريحة المهمة داخل جامعة الكويت. وأيضا نفذت مشاريع العشر الأواخر في شهر رمضان. جمعية بلد الخير وزعوا 25 ألف عبوة ماء و500 سلة، وساعدوا 3 حالات أسر غسيل كلى داخل الكويت ادفعوا رسومهم. جمعية سلسبيل الخيرية كرمت الفائزين في مسابقة القرآنية للجاليات داخل الكويت. جمعية حفاظ تهنئ بقرب العيد وتشكر المتبرعين اللي قدموا لها المساعدات. وأيضا جمعية التسامح الخيرية مشاريع خيرية متنوعة
وأيضا كان هذا الأسبوع يعني آخر الأسبوع كان في حفل للأيتام داخل الكويت. اشتركوا في مجموعة من الجمعيات والمبرات الخيرية باحتفالية كبيرة للأيتام وأمهات الأيتام وإخوان الأيتام بتبرع يعني طيب من الجمعيات والمبرات الخيرية. احنا الآن على يعني أواخر شهر رمضان المبارك. هذا الضيف الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين ويتقبل من المتبرعين والمزكين اللي نفذوا هذه المشاريع. ونشكر إخواننا في الجمعيات الخيرية ليل ونهار وهم ينفذون هذه المشاريع. لولا الله عز وجل ثم هذه الجمعيات الخيرية اللي نفذت لنا هالمشاريع وسهلت لنا التبرع، يمكن كنا شلون نقدر نتبرع. لكن فتحوا لنا باب الخير داخل الكويت وخارج الكويت. الآن أذكر إخواني وأخواتي بزكاة الفطر بصاع من كل شخص من أفراد الأسرة، 2.5 كيلو من قوت أهل البلد، أو دينار عن كل فرد. وأفتت وزارة الأوقاف وأفتت الهيئة الشرعية في بيت الزكاة بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا بقيمة دينار، وقالوا الأنفع للفقير ويجوز إخراجها خارج البلاد، خاصة إخواننا اللي عندهم أهالي محتاجين في خارج البلاد من إخواننا الوافدين والمقيمين، يخرجونها يوصلونها بس قبل صلاة العيد. علينا الآن نجهز نخرج زكاة الفطر هاليومين. وأيضا أذكر بكسوة العيد وعيدية الأيتام وعيدية العمال. الآن أقبل علينا العيد، صلاة العيد ستكون إن شاء الله الساعة 5:31 الصبح. نطلع أولادنا نلبسهم نسبحهم نبخرهم ونعلمهم هذه السنة المؤكدة. وقبل لا نروح صلاة العيد ناكل لنا تمرة نشرب ماي، ما نروح صايمين حق صلاة العيد، وإنما نشعر أنفسنا بأن احنا خلاص أفطرنا في يوم العيد. نروح من طريق ونرجع من طريق آخر. الملائكة تشهد الدعوات وتشهد الخطوات المباركة. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره هذه بالدنيا، وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يتقبل من الجميع، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل من الجميع، وأن يجعل الكويت دائما وأبدا بلد الخير. الله يتقبل من الجميع ويبارك لنا فيما بقي من رمضان، ويبلغنا العيد وإحنا بخير وصحة وسعادة، ويؤمن المسلمين في أوطانهم، ويحفظنا جميعا، يحفظ ولاة أمورنا، يحفظنا جميعا، ويتقبل من الجميع. وأنتم بعد في مسيرة الخير في إذاعة القرآن الكريم والله ما قصرتوا طول الشهر وأنتم تعلنون عن المشاريع وتقيمون الدلال على الخير الدال وعلى الخير كفاعل. كل دينار طلع من مسيرة الخير من نشركم إن شاء الله يكون في ميزانكم كلكم يا أخوة في إذاعة القرآن الكريم. وكل عام والجميع بخير، وأسأل الله أن يتقبل. وأذكر بزكاة الفطر، عيدية الأيتام، كسوة العيد الأيتام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. إذن نشكركم جزيل الشكر الدكتور خالد الشطي، مدير مركز الكويت أو رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. شكرا جزيلا دكتور خالد، الله يبارك فيك. حياكم الله. وكذلك الشكر موصول